السلام عليكم يا أبطال، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة هتكلم عن حاجة بسيطة جدا جدا، بس من أفضل الثلاث معاهد اللي موجودين حاليا وبتنافس كليات القمة. والله بتنافس كليات القمة، والله بتنافس كليات القمة. لو أنا قلت لك، ولكن أنا مش هقدر أتكلم بطريقة مفصلة. هنتكلم مع بعض كده إن شاء الله على الجروب. أنا سايب لكم لينك الجروب بتاعي تحت، وكمان بتاعي لو أنت حابب تتواصل معايا. ولكن أنا مش هتكلم في الفيديو ده عن كليات قمة بدأت تنزل الأرض تحت، والمعاهد دي تقدر تحتلها بنسبة 100%. والمعاهد دي لو أنت تعرف حد فيها وخلص اساله كده. الحاجات دي مهمه جدا جدا. انا بتكلم بمرتبات خياليه كمان، يعني والله مرتبات خياليه، مش بكذب عليكم ولا اي ولا بافور. التلات معاهد اللي انا بتكلم عنهم في الحلقه دي من افضل وافضل المعاهد اللي ممكن تخشها، وانت مجموعك حتى مجموعك بيكون قليل شويه، ولكن كانك انت جايب اكتر من 90%. لان كليات مهمه جدا، لان معاهد مهمه جدا ومطلوبه جدا في سوق العمل. ولو انت دخلتها صدقني مش هتندم بعد ما تتخرج ان شاء الله. يلا بعد نبدا الحلقه. اول معهد معانا هو معهد فني صحي. معهد فني صحي يا جماعه، انت اصلا بتمضي في اول ما تخش المعهد ده اصلا ان انت اول سنه هتبدا دراسه، تاني سنه تدريب، السنه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لما تخلص الثالثه تبدا تشتغل في المستشفى وش كده على طول. بيبدا يكون لك دخل ثابت. انت تبدا الدخل الثابت ده يبدا من كام يا جماعه؟ اتصلت على بعض الجامعات وسالت المكان اللي موجود في معهد الفن الصحي. اول حاجه بورسعيد بيبدا من 2000 ل 2600 جنيه اول ما تتخرج. معلش هو رقم صغير، ولكن انت بتوصل لاكتر من 12000 جنيه في خلال 4 5 سنين. في خلال 4 5 سنين انت لو انت استقدمت اكتر واكتر ودخلت بقى مستشفى خاصه او مستشفيات تانية تبع الجيش، تبدا مرتباتك تزيد بشكل كبير جدا جدا. الكلام ده لازم تبحث عنه، ولكن انا بتكلم من مصدر موثوق. معهد فن صحي انت بتشتغل على طول بعد ما تخلص، بتشتغل على طول، مش بتدور بقى على شغل وبتدور على مستشفى. لا، هم بيشغلوك على طول. بتاخد امتيازك او بتاخد السنه الثانيه تدريب في المستشفيات، وبعد كده تبدا تشتغل على طول سواء انت ولد او بنت. المعهد ده متاح للاثنين وبدون اختبارات. وانت اول سنه بتكونها نظري، بتبدا تدرس في بعض المواد اللي انت تحتاجها في التدريب. السنه الثانيه بتبدا تخلص فيها، ولو انت حابب تعمل فيها ماجستير بتاخد كمان سنه تحضيريه. وان شاء الله من افضل المعاهد اللي انا رشحها لك بنسبه 100%. معهد فني صحي ده مهم جدا جدا، وبتشتغل على طول بعد ما تخلص. لو انت شخص حابب يعني تنجز وقتك وتنجز كل حاجه، هي سنتين بس وبتبدا تشتغل على طول. وربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. تاني هو معهد اقول لك بتقبض كام الاول ولا اقول لك المعهد الاول؟ هقول لك بتقبض كام الاول. يعني ده من ناس كتير بتشتغل وانا سالتهم حاليا، يعني سالتهم بتقبضوا كام. في شخص بيقبض اكتر من 26000 جنيه، وفي واحد في دبي بيقبض 45000 جنيه. انت هتتصدم صح؟ اسأل المرتبات بره مصر في المعهد ده تكون ايه. طب خمن معانا كده، معهد ايه اللي يدي المرتبات دي كلها؟ هو معهد مساحة. معهد مساحة هتكلم عنه مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة. لو انت بجد دخلت معهد مساحة واجتهدت فيه بنسبة كبيرة، قدرت تاخد المعلومات اللي تفيدك في المعهد ده، وطلعت مساح شاطر، مساح بدرجة مهندس، صدقني والله العظيم جميع الشركات بره مصر أكتر من مصر كمان هيفتح لك. حاليا بدأ يكون في طفرة كبيرة جدا في الطرق بتاعتنا، وبدأ يحتاج في أبعاد ويحتاج مساحين شطار. حاليا احنا في مصر كل المساحين في مصر بتطلع بره مصر أصلا، لأن الشغل كتير جدا بخسارة هناك. عشان كده بعض المرتبات في مصر بدأت تزيد للمرتب ده، بدأت تزيد بشكل كبير جدا جدا كمان. فمعهد مساحة ده أرشحه لك وبنسبة 1000000%، لأن من المعاهد المهمة جدا جدا جدا. لأنك أنت بعد ما تخلص بتشتغل على طول. والله في كليات يا جماعة، والله أنا مش عايز أتكلم فيها دلوقتي، تكاد تكون معدمة بالنسبة لمعهد مساحة ده. يعني كلية كبيرة وبتاع، ولكن معهد مساحة اللي أنت بتستقل بيه ده، صدقني أنت مرتبك أفضل بمليون مرة بالمرتبات اللي أنت ممكن تخشها من الكليات التانية دي. ومش هتكلم عنها عشان محدش يزعل لو هو في الكلية دي. فمعهد مساحة من المعاهد التوب حاليا في مصر. تالت معهد معانا وهو معهد خدمة اجتماعية. هتقول لي انت بتقول ايه؟ مين اللي بيخش معهد خدمة اجتماعية وبيشتغل؟ هقول لك بطل انت غباء وبطل جهل. انا اسف جدا لكل الطلبة اللي بتتكلم بان في معاهد. انا معاك ان في معاهد معدمة، ومعاك ان في كليات معدمة. معهد خدمة اجتماعية من المعاهد اللي بتكون للبنات بشكل كبير افضل بكتير، وبرضك للاولاد برضو. اولا مواده سهلة، ثانيا لو انت جبت امتيازات في خلال ال4 سنين او ال3 سنين على حسب المعهد ده موجود فين، بتبدأ تشتغل على طول في الكلية اللي انت درست فيها، وبتبدأ تشتغل في اي مدرسة انترناشونال. تبدأ اخصائي اجتماعي،
وبعض الحالات بتجيلي وبعض الناس بتبدأ تتكلم عن الموضوع ده، إن بيعملوا ماجستير وبيفتحوا عيادات اجتماعية. هو مش موجود في مصر كتير، ولكن بدأ يكون موجود في مصر، وكمان بدأ يكون موجود في المدارس كمان عيادات اجتماعية كمان. انت حضرتك اللي بتكون المشرف والدكتور المشرف للحالات دي. فمعهد خدمة اجتماعية معهد متشعب جدا يا جماعة، فيه دراسات عليا وماجستير ودكتوراه، يعني معهد كبير جدا لكل طالب او طالبة مجموعهم اقل. ونتكلم عن المعهد ده بطريقة مفصلة اكتر برضو ان شاء الله. المعهد ده هيكون لك طموح كبير جدا فيه، لان طموحه ما بتخلصش، ودكتوراه وماجستير وكل حاجة ممكن تحقق فيها حلمك اللي انت ممكن تكون فقدته لو جبت مجموع قليل. دي كلها التلات معاد اللي انا هتكلم عنها النهارده، وربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هتكلم عن الحاجات دي بشكل مفصل اكتر ان شاء الله، وربنا يوفقكم.